اي راجل متجوز العربيه بتسخن منه وصوتها بيعلى ايوه وبتاع، ما تضغطش عليها قوي بقى. يعني ما تقعدش تكركلها بنزين وهي اساسا الموتور تعبان. بس معلش، ما هي طالبه الطلاق. تمام. اعمل ايه؟ ده العربيه لا الست. انت عايز تدخل موضوعين في بعض ليه بس؟ عشان يا ابني لا، مش موضوعين في بعض. انت دلوقتي لما بتبقى في صلاح سالم والدنيا في خنقه، انت كاتب قدامه الجواز، ايه علاقه صلاح سالم بالجواز؟ ما هو انت بتبقى مش انت في صلاح سالم والدنيا زحمه ماشي بتبقى قاعد في العربيه حاسس بالخنقه؟ تمام. مش دي نفس الخنقه اللي انت بتحسها لما بتبقى متجوز؟ او مش انت انا ولا انت ولا انا، ما هو ما فيش حد فينا. أنا؟ استحاله. لا مفيش حد. انا بتكلم على، احنا قلنا هنتكلم على الحاجات اللي بتمس الناس التانية، الناس وتطبطب على الام الشعب والام الشعب المصري والحاجات دي. فمن ضمن الحاجات دي ان هو بنطبطب مش بنطبطب. ايوه في الاخر انت عشان تمشي في الجواز لازم تتعلم. ايوه طبطب. نرجع لصلاح سالم. نرجع لصلاح سالم. فهو البني ادم من دول بقى بيبقى حاسس ان هو في الجواز ما كانه بالظبط قاعد في صلاح سالم. ولو انت مش متجوز بتحس ان انت على الدائري وبس عارف ان انت في الاخر هتنزل فين؟ هتنزل تتعك في صلاح سالم ده. طيب فاهم؟ بس بمزاجك. بمزاجك بقى. ما هو بمزاجك بس برضو انت الحر مش بمزاجك. يعني في ظروف كده خارجيه بتبقى مش مزاجك. التكييف مش شغال مش بمزاجك. مش بمزاجك، التكييف باظ. بالظبط. خد بالك في عجله ضربت في وسط الخنقه بتاعت المرور. فاهم؟ فانت بتحس ان انت متجوز بس ايه، في عجله ضربه ضربت في الجواز في العربيه في صلاح سالم. في صلاح سالم. فاهم؟ فهي الفكره كده ان انت يعني ليه في ارتباط ما بين الحاجتين دول. بس تمام. فهمني عشان اعيش معاك المسائل. خلاص انا فهمت. لانه نفس السيتويشن وملوش علاقه على فكره بالست المصريه عشان بس نبقى واضحين. انت بتكذب والله ما ليه علاقه. وربنا بتكذب. لا لا هو بص ملوش علاقه. ليه عاملين البرنامج ده بالبنغالي؟ لا عاملينه بالمصري يعني لا انا قصدي ملوش علاقه بالست المصريه او اجنبيه. هو له علاقه بالست. يعني احنا مش عاملين البودكاست ده بالبنغالي، يعني ليه علاقه اسمع مني. انا راجل اتجوزت مصريه واتجوزت اجنبيه، ولا الموضوع ملوش علاقه بالجنسيه. هو ليه علاقه بس بان انت في صلاح سالم هل انت مزنوق في الزحمه في عربيه BMW هايلايت فول اوبشن فتحه سقف ولا جنوط 18 ولا في عربيه فيرنا من غير تكييف. فاهم انت؟ هي دي الفكره بس. لكن هي نفس الفكره دي في الجواز ولا فين؟ يعني وانت في صلاح سالم ولا في صلاح سالم. انت يعني انت حاول انت تشبك معايا. ماشي تمام. ماشي يا معلم. اسمها هايلايت ولا هايلاين؟ هايلاين عشان ما غيرتش من فتره. بس العربيه هايلاين. ايوه. لكن الست هي اللي تبقى هايلايت. ده هي ايوه تمام. فبيبقى نفس الاحساس ده. والغريبه انه الست يعني مهما حاولت تتغير، يعني برضه عشان اقول برضه اللي لينا واللي علينا برضه احنا رجاله برضه يعني ما بيعجبناش العجب في مصر. ايوه تعالى لي بقى. يعني ايوه الست لبست لك حجاب ما لبستش حجاب. غيرت فرش، حطت فرش جلد. الست ركبت سبويلر. ايه الست ركبت سبويلر؟ العربيه. ما انت العربيه لو انت غيرت السبويلر اوكي وحطيت مثلا جنوط عريضه كبرت لو كبرت الجنوط او مش عارف عملت ايه بتاع ما فيش. ما هي دي مصاريف كلها. ما هي دي مصاريف. ما هو هنا بقى الفكره ان هي مهما بتعمل انت ما بتبقاش راضي. ليه؟ لان انت دافع مصاريف الحاجات دي كلها. ايوه صح. فاهم انت الفكره؟ فهمت. فدي حاجه او لان صاحبك اشترى زيرو، فبرضه دي مشكله. ده هو اللي بيقول. ده انت اللي بتقول. من ضمن النصايح اللي نحب نقولها لاي راجل متجوز ان انت لما العربيه تسخن منك تمام خليك يعني ده في العربيه. يعني في العربيات. انت اي راجل متجوز العربيه بتسخن منه وصوتها بيعلى وبتاع، ما تضغطش عليها قوي بقى. يعني ما تقعدش تكركلها بنزين وهي اساسا الموتور تعبان. بس معلش، ما هي طالبه الطلاق. تمام. اعمل ايه؟ ده العربيه لا الست يعني. تمام. لا ما احنا دلوقتي وبعدين صوت مين اللي يعلى؟ معلش. ايوه صوتها بيعلى. صوت يعلى على مين؟ لا ما احنا مش هنستعبط. يعلى على مين؟ على فين؟ خلاص هتنزل المرة دي. مش هنستعبط لما يبقى في خنقه في الاسبراتير الصوت بيعلى.
اوكي الصوت بيعلى، ماشي. واخد بالك، وساعتها انت نطلع اسبوع السخنه نفك شويه. العربيه بايظه. لا انا بتكلم على السن. اهم حاجه برضو لما تلاقي انه يعني صوتها عالي، الحل مش الطلاق، مش أيوه. يعني فاهم، مش البيع، يعني مش البيع. في عمرك انت شفت واحد العربيه عطلت منه في هتقول لك ما انا سالم؟ ياما شيلتك، ما هتقول لك بقى ياما شيلتك. افتكر خلاص. انت كمان كنت شحات في الاول وانا ساعدتك في اقساط العربيه. صح 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 مش كده؟ وافتكر برضو المصاريف اللي انت دفعتها فيها. صح في مين؟ يعني انت في العربيه، في العربيه فاهم. انت مركب طقم مساحات بكام؟ ايوه واخد صح. بالك، صح. الفرش دفعت فيه، الكاسة التاتش، الكاسة التاتش، الحاجات دي كل النيش. تمام. النيش الحاجات في العربيه يعني حاجه تانية كمان، انه في حاجه يعني برضه لفتت نظري، ان كل حاجه ليها علاقه بالجواز تحس فيها برضه بخنقه. يعني مثلا موضوع الدبله، ماله؟ مين الشخص السادي اللي اخترع هذا الاختراع العقيم، ان انت يحبس الدم عن صباعك كده اهو، علامه عشان الناس تعرف انك متجوز. يعني انت عشان تعرف انت بتاع مين. تمام. يحبس لك الدوره الدمويه في صباعك. عادي جدا، استحمل. ليه؟ مش هي بدأت على الواتساب انت ملكي، انت بتاعي، انت مراتي يا بت، انت مراتي يا بت بتاعتي. فاهم؟ من وهم بيضربوا البيتزا الوسط فيها حته مش كده من الاول يعني. ايوه، في مثلث كده بقى فاضل في الاول، مكسفين الاثنين يمدوا ايدهم عليه، فهو ادالها من هنا بقت انت بتاعتي يا بت. بس خلي بالك برضو، معلش يعني، هو اذا كنا قلنا الخنقه انه يعني الراجل بيحس بالخنقه من خاتم الجواز ده او اللي هو الدبله، طب ما الست يا حبيبي بتلبس خاتم. ماشي، بتلبس دبله، قصدي بتلبس دبله برضو. طيب وبتحس بالخنقه، بس ماشي. الدبله بتلبس ايه؟ بتلبس خاتم، محبس الماظ وتوينز. ايوه، والحاجه عشان تفكرها انه ايه، انك هتجيب توينز ان شاء الله لما تتجوزوا. تفكرها ان الخنقه تستاهل. ما في الماظ معاها. ايوه لكن انت يا عيني انت بتلبس بس. وبتجيبها فضه، وبتكتب عليه اساميكو. اسامي مين؟ اسامي مكتوبه من جوه، بتكتب اسمها من جوه على خاتم الزفاف، اولا عشان طبعا تعبيرا عن حبك ليها، وثانيا عشان تفتكر دايما مين اللي لبسهولك. مع الفكره ان انت لازم تتصنف ان انت بتاع حد ولا مش بتاع حد. يا باشا انت من الاول صباح الخير، ازيك يا انسه انا مرتبط، صباح الخير يا مدام على فكره انا متجوز وبحب مراتي. عندك الشجاعه تقول كده؟ مش انت مش انا انا بتكلم ولا انا، هي الصوره ما سبتتش. بنتكلم عادي. كراجل صحيح، اي راجل المفروض ان هو يتعرف على واحده جديده فعلا يقول لها بص ايوه انا بحب مراتي وانا فتح كلام عادي. طب افرض قبلت بقى عادي، هي مشكله بتقبل. هو الحقيقه اللي بيحصل ده بتقبل. انت متخيل الحكايه دي؟ ان انا فعلا انا عمري ما صادفت ده خالص. لا ولا انا، اصل انا قريت انا بقرا ده على النت، قريت على النت حكايات كده، ان الراجل اللي صفحه حكايات كاذبه. ايوه انت معاه في نفس الصفحه. انا عامل لايك اللي هو في منتدى الصائر الجارح. هو ده بتلاقيهم فعلا بيقول لك انه الراجل المتجوز بيبقى يعني مثير جدا للستات انها تجري وراه اكتر من الراجل السنجل فعلا. ليه بقى؟ لان بتقول لك ان الراجل السنجل يعني 50% ممكن يطلع جد، 50% ممكن يطلع مش جد. صح. لكن الراجل المتجوز ده بتاع مسؤوليه، ده بتاع مسؤوليه. لا طبعا. نرجع موضوع الدبله مثلا. برضه في الموضوع ده شغلك جدا على فكره. في تفكير برضه جه في دماغي. انت الدبله يعني بتلبسها دايما وانت رفيع، اوكي، اول ما تيجي تتجوز. صح، تمام. طب انت بتتخن، الفضل لمين بقى؟ الدبله ما بتتخنش. طب ماشي، الفضل لمين انك بتتخن؟ مين اللي بتزغط حاجات؟ امال ايه؟ الفكره ان الدبله ما بتتخنش. تمام، مراتك بس اللي بتتخان. الحلقه دي مش هتتذاع. انا بقول نكتفي كده، الحلقه دي مش هينفع تتذاع. نقول ونحاول يعني نشوف اراء تانية غيرنا، لان احنا ارائنا واضح انها هلسه قوي. لا احنا معقوله كلها من على النت. انا كنت معديه بقى سمعت جمله، انا عايزه اعرف مين فيكم اللي قالها. ايوه، مين فيكم اللي شبه الست بالعربيه؟ قالوا مش عاجبه. عمرو تقريبا. بصي الفيديو موجود،
نرجع للفار يعني. نرجع للفار. لا 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 تمام. بس انتوا الاثنين قلشتوا. مين اكتر واحد قاعد يتكلم في القصه دي وباني تصور لا كامل؟ لا مش انا. والعربيه والرادياتير ايوه ده خيال فنان، لا خيال ده كده فنان. مش هيروح معايا خلاص، بس كده علاقتي بيه اتقطعت. يا ابني انا راجل سيناريست بكتب، فلازم يبقى خيالي دايما جامح وكده، لكن دي مش انت كده عباد في الجامع. بس الجامح. طب عايزين نعرف. طب خليني الاول اجاوبكم على سؤال. انت ماسكه لنا ورقه وقلم؟ طبعا. لا والله العظيم. معلش انا سمعت اللي انتوا قلتوه فما كانش ينفع اسكت. وكاتباه بالانجليزي. لا ده بالفرانكو. بالفرانكو علشان ما نفهموه. فاكر لا انا بفهم فرانكو الحمد لله والله. لا والله. والسبعه لا لا. امال ايه المعلومات تبقى متاحه للكل كده؟ مستحيل طبعا. طب انت معترض على ايه في اللي احنا انتوا قلناه؟ سالتوا سؤال انا هجاوبكم عليه. ماشي. انت قلت انا مش عارف ليه قلت، هنرجع للفيديو قلت انت مش عارف ليه الست بتنجذب للراجل المتجوز. بس معلش احنا بنتكلم، احنا قلنا كده. اديني فرصه اجاوبك. وبعدين كنا بنتكلم على واحده من زمان اديني فرصه بتجيلنا اقول لك. وماتت. اديني فرصه اقول لك. اوكي. عشان ما يبقاش افيلبل وكابس على انفاسها 24 ساعه، تاخد منه بريك، الست تفصل، حرام عليكم. يعني ده تصريح منك انه الست تسيب جوزها يتجوز ويتعدد الزوجات علشان ما يبقاش كاتب على. انت مش معانا ليه من اول الحلقه؟ يعني انت استنى ست بس. الكل. وانتوا نسيتوا جزء ان هو كابس على انفاسها. لا معلش مش مهم احنا بس مكرهها في حياتها يعني ده راي يجيلك ومضايقها. ده راي يجيلك ده رايي انا. ده رايك انت. ده رايي انا. اوكي. لا بس مش هسيب جوزي يتجوز عليا برضه. يا سبحان الله يا سبحان الله. يعني الراجل يعمل ايه طيب؟ شفت مظلوم والله العظيم الراجل ده. انتوا عايزين ايه؟ مظلوم. انتوا عايزين ايه من الستات؟ احنا عايزين كل خير. احنا عايزين السلام. السلام. عايزين الراحه. السلام. انتوا لا ده كده ميكروباص. انتوا عايزين الراحه مش كده؟ ايوه. طيب. بس مش الابديه برضه عشان في بس بقى ناس يفهموا كتير. كده ما اقسم حددناش بالله يا أنهي باشا راحة. هتلاقيه في ما حددناش انهي راحه، وانتوا تصرفاتكم بقى هنشوف انهي راحه. تمام. خلينا نتكلم بجد والله. انت شفتي حاجه في كلامنا مش لوجيك؟ طب هنتكلم بجد اوكي. بنفس التشبيه. انا معاكم. ماشي. طيب لو قلنا الست زي العربيه. طب انت خيالك واسع برضو، مؤلفين زي ابوكي وبتاع والكلام ده. احيانا ماشي يلا. هنقول الست زي العربيه. ماشي. طيب العربيه دي لو انت مدلعها هتدلعك ولا لا؟ صح. هتريحك ولا لا؟ حط لها زيت مظبوط. العربيه دي يعني لو ركنتها في الظل مش هتتلسع. انا عمري ما ركنتها في الشمس. هنهزر؟ والله. ايوه العربيه ايوه طبعا. العربيه خلي ولا الست؟ بالك علشان لما بتركنها في الشمس أيوة. والعربيه بتسخن انت لما تيجي تقعد بعد كده انتوا اللي بتتضايقوا في الاخر. ماشي. لو اهتميت بيها ممكن مش هيحصل كده. ممكن نسمع كلام جيلك؟ ممكن تسكت؟ ايوه اتفضلي. بلاش. انت بتقول العربيه تفرقع في وشك وهتسخن وبتاع. ماشي. طيب العربيه دي لو بيعطل فيها حاجه، مش في لمبه بتقعد تنور لك الارم، تديك الارم مره واثنين وثلاثه. شوف بقى الجيل ده يا اخي. لو انت خدت بالك مش هتفرقع في وشك. التكنولوجيا صح ولا غلط؟ صح. يبقى الاهتمام المفروض يطلع من مين؟ لو اهتميت بالعربيه بيطلع من مش هتعطل. بيطلع من التوكيل. صح. امال ايه ما هيطلع انت لازم صح، مش في توكيل انت بترجع له في الاخر بالظبط. قول له يا حمايه مش هيرضيك كده. انت لو وتوكيل من هنا ومن هنا يعني. لو عملت التوكيل في الصيانه وما استرخصتش ايوه ايه اللي هيحصل؟ الصيانه في التوكيل. الصيانه في التوكيل وعلي النعمه إيه اللي اللي كنت ولا عارف احنا بنتكلم على ايه دلوقتي. احنا جايبينها تدلنا بتضيعنا. احنا جايين نهزر هنا طب كده. ماشي. لو عملت الصيانه في التوكيل بس صح. استني احنا قلنا شويه حاجات. ماشي. انت جاوبتي على حاجات منهم كويس. خلينا بقى في الحاجات، يعني قلنا حاجات بعد كده. ماشي. قول لي قلنا حاجات زي بعد ايه؟ كده قلنا مثلا انه ما ينفعش الراجل ان هو يقف ويسيب عربيته في الشارع. صح. يعني صح. خلينا نقول الشارع ده يعني ما ينفعش مثلا ان هو يبقى مشاكله على المشاع مع الناس. ماشي. حلو الكلام او ده؟ ما يسيبهاش ويمشي، لا حلو الكلام يواجهها ويصلحها بقى، يصلح المشاكل. طبعا ما يسيبهاش ويمشي طبعا. صح. مم. صح كده. حلو. حلو قوي. باختصار مم. ايه اكتر 5 حاجات في وجهة نظر جيلك عشان انت هتاخدي بالك منهم ما تعمليهمش مع جوزك؟ حاجات انا ما اعملهاش مع ما جوزي. تعملهاش لو الراجل كويس فوق 70%. ما هو لو كويس انا هضايقه ليه؟ انا بسألك ايه ال5 حاجات اللي هتعمليهم مثلا؟ 4 حاجات. هو عامل كل اللي عليه. كويس. فين المشكله؟ لو الطرف اللي قدامي انا شايف ان انا عامل له كل حاجه وهو برضو مش راضي ومش عاجبه، كويس. نكمل مع بعض ليه؟ ما في ناس بتتغير. لا جو اي كان فيكس هيم ده بقى خلاص راح، ما حدش عنده طاقه ولا مجهود، انا لا سني ولا لياقتي يسمحوا لي ولا الكلام فيكس ده ايه ولا فيكس ايه. ولا في مفيش الكلام ده. طبعا انا برضو مش اي كانت فيكس ايه. قالت لك شفت. طيب يعني اذا جيب لنفسك اذا ما عندهمش طاقه. شفت بقى؟ اذا احنا عندنا طاقه. عشان كده انتوا حالات مين؟ الطلاق لا 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 زادت. الرجاله ما عندهاش طاقه، الستات عندها طاقه اكتر من الرجالة الرجاله.
ما عندهاش طاقه. عندهاش هنكدب؟ طاقه اصدق، ما عندهاش طاقه. مش في كيوي طيب، انا انتوا جاي عليك بترجعوا عين من الشغل؟ الرحمه. معلمين في سوق العاشر، حمر وحلاوه بطيخ. خلاص بقى خلاص. انتوا ترجعوا من الشغل تقولوا انا عايز اكل واقعد اتفرج على التلفزيون لو سمحتي وانام. لو سمحتي نعم. ما تختصريش ترجعوا من الشغل دي اللي هي ايه، ترجعوا من دريم بارك كده، او ترجعوا من يعني من السهر. لو سمحتي الشغل ده خلاص ده صداع صح وهدك وتعامل صح. مع ناس صح. خلاص. يعني لو قابلتي واحد فيهم ساعة هتقطعي يا شرايين وشرايينك. حلو جدا. طب ما الست بتشتغل تقطع شرايينك لما ترجع البيت؟ لا بس هي ان انت بتختصري بس موضوع الشغل، بتختصري موضوع الشغل. انا إيه؟ بديك لا، مثال. راجع من الشغل يا جماعه انا بقول وحدوا الله يعني. خلاص والست راجعه من الشغل ده اللي طلع عليك دلوقتي. المفروض ان هي تعمل ايه؟ دلوقتي طالبه عمره دلوقتي. لا يعني انا بقول يعني الواحد لا يعني. ما احنا قاعدين نعد أصل انا شايف الموضوع ببساطه جدا ان هو ملوش علاقه براجل وحش او الست وحشه او الست وحشه او الراجل وحش. الموضوع له علاقه ان انت بتبقى راكب عربيه وانت اساسا. احنا مالنا مال العربيات تاني دلوقتي؟ لا، ما قلنا أنا- خلاص أنا خلصنا قلنا- من التشبيه. ما إحنا جبنا الكلام. ما إحنا تخيل انت واحد قلت لك مش هروح معاك. بيحاول يركب عربيه وهو بتاع موتوسيكلات، فاهم؟ هي دي المشكله، انه الراجل بيبقى ليه طريقه في القياده، او ليه طريقه في اسلوبه وفي تعامله، والست ليها طريقه. الست فاكره ان هو راجل بيفكر بطريقتها، والراجل فاكر ان الست بتفكر بطريقته، فبالتالي بيحصل هذا الصدام، وتبقى النتيجه زي ما انت شايف كده. بس هل انت شايف ما هو لو في كوميونيكيشن هو هيعرف يوصل طريقته ليها وهي هتعرف توصل طريقتها ليه. لازم تجيب كوميونيكيشن في القايمه وانت داخل في الموضوع. دي القايمه دي اللي هنسجنكم بيها ان شاء الله. الكوميونيكيشن مهم. شفت القايمه في كل الاجيال يا شايف باشا. التفكير، شفت شايف التفكير اهو. بس يعني كده. طب انتوا بالنسبه الجيل بتاعكم، يعني هل شايفين نفس المشاكل بتاعت جيلنا هي موجوده في نفس مشاكل الجيل بتاعكم؟ هي المشاكل في الجواز عامه حتى لو اتغيرت شويه بتفضل الكور بتاعها واحد. مفيش تفاهم، مفيش كلام ما بين الطرفين. يعني ده موجود. طبعا موجود وهيفضل موجود لو ما اتعلمناش ما تعلمناش. نتعلم ايه فين؟ ان احنا نعمل نتكلم تفاهم. مع بعض من الاول قبل حتى ما نتجوز. نبتدي نتكلم في كل المواضيع المهمه، تمام. ايه بتخص الاولاد، تخص المصاريف، تخص البيت، تخص اي حاجه. لو اتفقنا بس حد دلوقتي نتجوز. بقى ورد وعصافير وحماقي شغال. وبروبوز. ما حدش ما حلوه الورد والعصافير، ما هو لازم ورد وعصافير وبروبوزل وبرومبوزل وكل حاجه في الدنيا، بس نقعد ونتكلم برضو في المواضيع المهمه. هو يا كده يا كده، يا ابيض يا اسود. لا مش ابيض واسود. احنا بنسالك، احنا يا ستي احنا الاسود. احنا عايزين نعرف اديكوا الأبيض اعترفتوا، هو انتوا بتاعكوا. الاسود. احنا الاسود. ماشي. عايزين نعرف الابيض بتاعكم ده خلاص خطواته ايه، مواصفاته ايه، شروط نجاحه ايه، بس. صح ولا غلط؟ طب انا عندي سؤال مهم قوي برضه عشان القعده تكمل، يعني وتعرفوا ان انتوا تقعدوا وتتكلموا مع بعض، تفهموا مع بعض. هل انتوا الجيل بتاعكم كبنات شايفين الولاد تعرفوا تقعدوا وتتكلموا وتتفاهموا معاهم بتوع جيلكم، ولا دايما اسمع انه ايه بلاش احراج. لا عايزين نعرف بقى. عايزين الجيل ده نعرف. ايه والجيل ده ايه؟ فاهم؟ جيلنا احنا نادرا لما تلاقي حد ممكن تعرف تتكلم معاه. شفت بقى، شفت؟ عشان كده عرفت حد بتفضلوا علينا اقبال ليه؟ الشوجر ديت. عرفت بقى؟ شفت الشوجر ديت؟ ما اعرفش حبيه الشوجر دادي، ما 40. اعرفش الكلام ده. انا ما اعرفش الكلام ده. 40 لا الشوجر دادي بالحاجات دي. خلاص 40 ده توليت عليكم. وصلنا ل 40 ولا لسه؟ بتحسب من خلاص إمتى؟ توليت عليكم السنه عندهم كام شهر؟ من بعد التخرج من الجامعه كده. بعد التخرج؟ ممكن. طب لقيتي حاجه تانية في كلامنا مش عاجبك؟ يا باشا كفايه انها اعترفت. قلت لكم كوميونيكيشن ما عجبكوش. ان جيلهم واخد بالك كفته كتير كباب قليل. في الرجاله في يا الرجاله باشا لا اعتقد برضه متهيألي برضه البنات، يعني خليكي فير برضه، خليكي فير. هل شايفه انه النسبه اقل. البنات دلوقتي عندهم نفس قدره التحمل بتاعه ماما وبتاعه الجيل بتاعنا اللي يقدر يفتح بيت ويعمل اسره فعلا وكده، ولا الدنيا ساحل اكتر وهاي شله وكده؟ انا شايفه ان القدرات اللي كانت عند امهاتنا دي قدرات خياليه بتاعت سوبر وومن، اتفضل. واحنا ولا سترونج ولا اندبندنت ولا اي بنتكلم حاجه. عن احنا عايزين أمهاتها. ندلع. بنتكلم عن امهاتها مش امهاتنا احنا بقى كمان، فاهم انت؟ أصلاً. يعني ده بنتكلم كان معانا كوماندوز. يعني كان معانا كوماند. يا جماعه الحياه والله ثلاث ابسط من سبعات. كده. ليه ابذل كل هذا المجهود؟
ما نبذل ليه ابذل كل هذا عشان يبقى في ما نبذله احنا الاثنين مع بعض. ليه نبذل كل هذا مجهود؟ انهي مجهود؟ معلش انهي اللي مجهود؟ كانت بتعمله امهاتنا اللي هو بيقول عليه. هي كانت بتعمل ايه؟ بتربي ولاد، لا بتربي بتاكل وتشرب وتجري ورا تمارين ما ده وتجري طبيعي. ورا دروس ما ده وتجري ورا طبيعي. مدارس لا ما مش ده طبيعي. كل ده انا ما طبيعي ان ده عنديش حد يعملوه كده ولا الاثنين. تمارين اصلا، ما كنتش بتمرن اي الاثنين حاجه، يعملوه، بس ما كنتش يعني الاب والام. ايوه لكن ماشي. ليه كانت الام هي اللي بتشيل لوحدها؟ ما هو جايز الاب بيشتغل 9 طب ما في امهات بتشتغل، في امهات من امهاتنا كانت بتشتغل ومع ذلك بتعمل كل ده. طب لما تعملي زيها بقى. والراجل طب ما تعملي زيها. ودي قدرات خارقة حضرتك بتيجي بعد كده تتعب وتبقى مش قادرة وطاقتها انتهت. ليه أوصل للمرحلة دي؟ روح انا اشوف بقى حد يعني عربيه بقى اجيب أو تسيب لك العيال عربيه وهي زيرو تشوف حد تاني. اهو الراجل بتاع العربيات اهو، المعرض اهو راجل سيرة اجيب عربيات عربيه زيرو بقى اهو، ف- صلاح سالم وبتاع ورادياتير والكبوت اهو. أو تسيبك هي اه وتسيب لك العيال ومسؤولياتهم تشيلها بقى زي ما هي كانت شايلاها، ونشوف بقى لو تعرف تجيب عربية تانية ولا لا. بصي هو الموضوع ده عايز 30 حلقه بصراحه، عايز يعني بودكاست لوحده 30 حلقه خلاص، لان كل تفصيله ما ينفعش نعدي عليها كده. ما ينفعش دي حقيقة. مين يشتغل ايه، يتفقوا على الشغل ازاي، الفلوس فاحنا تتعمل ازاي. نكتفي يعني لاجل النبي اللي تروح. نكتفي بالكلمتين مش اللي هتروح اتقالوا. تمام، علشان بس الدنيا تبقى بيس، ونكمل ان شاء الله في بودكاست تاني. ان شاء الله. خلي بالك من كلامك بس بعد كده لما تبقى جايب عيالك معاك، خلي بالك من كلامك. ايه ده؟ مالهم يعني؟ لا عشان في يعني اعتراض ولا ما حاجة؟ يقولش خالص والله، بس عشان ما يقولش كلام يتحاسب عليه.